بصوا يا جماعه، بما ان المتحف المصري هيفتح بكره، فتعالوا كده نجرب كل الاكلات اللي كان الفراعنه في 2025 كانوا جربوها. هنفطر ونتغدى ونتعشى. بصوا هنقضي يوم كامل وهنحلي، هنعمل كل حاجه، هنقضي يوم كامل في 2025. هنشوف بقى لو جينا من زمن قديم للزمن الجديد، طبعا فرق شاسع بين الاكلات، بين كل حاجه اصلا. فتعالوا كده نشوف. لو لسه بقى ما عملتش لايك للقناه اعمل، ما عملتش سبسكرايب اعمل، ويلا بينا. فهنجرب بقى الفطار والغدا والعشاء. وتعالوا نبدا بقى باول حاجه كده، وهو الفطار. في الفطار بقى جبنه روست بيف اند شيدر 2025. طبعا لازم الفطار ايه يبقى مناسب للفراعنه. واو شكله خطير. ده بقى بيبقى عيش توست، بيبقى واخد بقى شيدر، واخد بيف، واخد كمان فلفل الوان. فطار فرعوني. عيش حاسه متبهدل. الساندوتش بس الجزء اللي قدام ده عليه صوص كتير، فتحسه مفرول شويه او العيش متبهدل فيه. بس هو ساندوتش حلو. ده لو كان في زمن الفراعنه كانوا هيحبوه قوي. تاني ساندوتش بقى الفراعنه كانوا هيحبوه، وهو البيف بريسك. يا خرابي على الحلاوه. بصوا شكله عامل ازاي. يا نهار ابيض، هو غرقان بيف، واخد كمان شيدر، واخد كمان صوص. شايف الساندوتش كبير. بسم الله. البيف مع التركي يا جدعان تحفه. العيش كمان واخد زعتر خطير شكله. العيش طري قوي بجد، يا بخت الفراعنه بيه. الماتشا متلجه جدا. طبعا بعد فطار لذيذ شبه ده لازم نبلع بماتشا. الفراعنه لو كانوا مكاني كانوا هيبقوا مبسوطين قوي. بشرب نجيله. حرفيا هو الطعم كده، حليب بنجيله. في الغدا لازم غدا مصري. ايه ده، هي صغيره قوي كده ليه؟ دي عينه. ايه ده. بصوا ده شكل الحمامية، مش عارف ان هي كده. ايه ده. طبعا الفراعنة لو كانوا في الزمن ده كان زمانهم بصوا هيعشقوا حاجة اسمها حمام. بسم الله. مجلدة. يا بختك يا ابو الهول بحمامية متحمرة كده في السمنة، جاي معاها بطاطس عملاق كده بالشكل ده. بطاطس تحسها جيلي اوي، بطاطس مسكرة. واحد يبلع عشان يقدر يكمل. بص بقى، جبنا طاجن ورق عنب بالكوارع. هو المفروض ان ده طاجن ورق عنب بالكوارع، هو جاي كده معرفش جاي كده ازاي. ده فيه فلفل الوان وفلفل اخضر وفيه صلصه كتير جدا. تعال نجرب ورق عنب. ورق عنب خطير. عارف لو ابو الهول كان هنا كان هيعشق حاجه اسمها طاجن ورق عنب بالكوارع. كان الكوارع هتقويهم كده وهم بيبنوا الاهرامات. الكوارع كده انا حتى من الفلازر. يا خرابي. كل دي كوارع كده تقوي عظمك وانت بتبني. يا تحطمس الاول. احنا كده فطرنا واتغدينا. تعالوا بقى نتعشى وبعد كده نحلي. الحاجه بقى اللي الفراعنه لو كانوا عايشين في 2025 كانوا هيتعشوا بيها، وهي الناشفيل. تعالوا بقى نتعشى كده ناشفيل. بص شكل البيس عامله ازاي. بسم الله. سبايسي قوي. صوص كريم اونيون هددني شويه عشان هي سبايسي قوي. يا اختي روعه. من احلى الحاجات السبايسي اللي ممكن الفراعنه ياكلوها. سبايسي قوي. نحط البيس عليها كريمي اونيون كده، ومغرقه كريمي اونيون، وتقفل العيش على كده وهتاكل احلى ساندوتش ناشفيل. سبايسي قوي. تعالوا ايه نهدي بالكولسلو كده. ماتشا وكولسلو هدوا الدنيا قوي. يلا بينا على التحليه. الحلو بقى نحلي. عامله كده ليه؟ يا نهار ابيض. طب دي تتاكل ازاي؟ ايه ده، هو الكارت عامل كده ليه؟ ده هيطلعها ازاي؟ مش هيطلعها في الفيديو بيحطوا كارت بلاستيك. طب دي تطلع ازاي؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ طب انا دلوقتي عايز اكل، هو مش جاي معالق. هو ايه ده بجد؟ بتتاكل ازاي؟ الكارت باظ اصلا. ده كرتون، ده ما ينفعش خالص تعمل فيه كده. احنا جبنا معلقه خارجيه. تعالوا كده نجرب. بسم الله.
تعالوا نشرب ماتش احسن من الحلو اللي احنا كلناه. وبس كده يا جماعه، ده كان يوم كامل كده بقى الفراعنه يعملوا ايه لو كانوا مكاننا في 2025. كانوا بصوا هياكلوا كل حاجه موجوده. ومبسوطين جدا نبقى في مصر اكبر متحف في العالم. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.